ولو رجع بي الزمان ما خاصمت أحد من الجماعات الإسلامية ولا من الدعاة. كنا في بداية الدعوة نتحمس، كنا نختلف كثير مع بعض الجماعات، وكنت أقرأ كل كتب حسن البنا وسيد قطب وسعيد حوا ومصطفى السباعي ونبحث عن الأخطاء فيها في بداياتنا. سبحان الله، بس كنت صغير 16 سنة 15 سنة هذا العمر. لكن بعدين أحسست يعني بقناعة أن هذا كله تضيع الأوقات، وهذا كله مع أن كان الجو كله الجو انتقاد، لكن بفضل الله الله عصمني من الخوض في هذه الأمور، ولو رجع بي الزمان ما ضيعت وقت في هذه الأشياء كلها. جميل والله يا أخي. بالفعل الإنسان لو استدرك ما فات ولو استقبل من أمره ما خاصم أحدا. نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز، ونحن نقول ذلك ونقول بيننا وبينكم الكتب. الكتب موجودة. قال الله تعالى لرسوله قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فيأتون بالتوراة فتكذبهم. وهؤلاء نأتي بكتب السلف، نأتي بالقرآن، نأتي بالسنة، نأتي بكتب البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وما ألفه أحمد وما ألفه غيره، نأتي بها. ومن هو على طريق هؤلاء ومن ينابذهم ويخالفهم. نحن نتحدى هؤلاء نأتي بكتب السلف لتفضح المبتدع منا أو منهم، وتبين من هو المنحرف، أنحن أم هم؟ هل يستطيعوا أن يتحدونهم؟ هل يستطيعوا أن يفتحوا أفواههم بمثل هذا الكلام؟ نحن نملأ أفواهنا بكل شجاعة، نتحدى كل من يقول إننا على خلاف منهج السلف الصالح. نحن والله ندعو إلى منهج السلف الصالح، إلى كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونحتج في عقائدنا وعبادتنا ومواقفنا من الحكام والمحكومين والجماعات والفرق على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآخرون فعلى الحيل وعلى التلبيس وعلى الضحك على الذقون كما يقال. والله لن تجد عندهم إلا الحيل والتلاعب بعواطف الشباب.